حلول الترقيعيه هذه ما تجيش فهمت؟ خلينا نشوفها المرمى وغيرها. انا عندي مشكله دونك شنو هو الاولى؟ هي سيركل مع داخله هكا سيركل يلزمك تختار منين تبداها وكل واحد يختار ما تستناش. انا يلزمني ما نستناش، يلزمني نلقى ونفركز ونتوجه للي عنده فلوس، وكما قلت سي يتوجهوا للسياسيين وقت الانتخابات، احنا نتوجهوا له توا. اما انا وانت ويدي مع في يدك ويدي على كتفك ومعايا انت معايا، انت باش تعاوني انا نحقق حلم انت قاعد تعاون فيه، خاطر انا عندي حمل ثقيل اني نحقق الشكر اللي نحب يعمل، شكر بالعيد اللي وعد به الناس، انا نحاول اني نسعى في اثنين وانت باش تعاوني. وقت نخرجوا من وزاره الداخليه هذاك وقتاش تحكي في الحقيقه انا كي نركب مع واحد ساعات السيرين نتاعو نحكي لك معناتها هذه مسألة ذهنية تتطلب تفكير وتتطلب مشاريع وتتطلب قوية شوية على وليد الصغار، قوية شوية على اللي يخدم في المارشي، قوية شوية على نتاع التاكسي، احنا مش بشعارات، احنا بالفعل بالممارسة. حيك عندك حاجة، عندك سيدي، عندك كارتي. في المنطقة هذيك ما فماش ضوء، ما تعرفش اللي في المنطقة هذيك ما فماش كياس يعرفوهم الا انهم يستبدلوا فينا، يدخلوا فينا باسم المجتمع المدني، اجا بالله ما قالوش لا برا خلينا نصلحوا المدرسة. ما معنى مقاومات المدرسة؟ ما معنى مقاومات المدرسة؟ بكري نسمع في مدرسة نعطوهم إعانات، نعطوهم طاولة، لا، نحن ضد الإعانات، نحن مشينا نقرح فين، حالتنا حليلة وما حاجتناش بالإعانات، حاجتنا بمقاومات المدرسة، يعني فيها الماء، فيها الضوء كما في مناطق أخرى، هذه باش حاجتنا. بالنسبة للسيد المسؤول اللي يحكي على اقتراحات ونقدم اقتراحات، نحن 3 سنين ما نقدم اقتراحات، وليه؟ ومعزه ليك دخلت لهنا لاني تهزيت ب 10 كراهم فوق من هنا من المعتمديه هذه، ولقيت الكلاش تحت راسي لاني نطالب بشغل، لقيت الكلاش تحت راسي، هزيت راسي كانه القرقاضي بين تحتيه. هذه هي المشكله اللي نحن اليوم القضايا الرئيسيه المفروض ندافعوا عليها، مش ندافعوا عليها. هذا التلميذ الوضع اللي قاعد يعاني فيه اليوم السبب فيه هي السلطه. السلطه هذه مش حابه تقوم بواجبها، ما دام اذا كانت تحكي لي على الاعانات راهو نجموا نحكوا فيها في حاله واحده، عائلات معناتها اجتماعيا مع بعضنا، اما الاعانات واللي هي الدوله توصلها، الدوله هذه تاخذ منها في الاداءات. الاقتراحات اللي تحكي انا ما حطونيش وزير باش تجيبني انا نقترح في بلاصتك، ما حطوني وزير، تو عندي منوال تنميه نمشي بيه. انت اليوم تطلب مني في الاقتراحات سياسه التسويف يقعد 4 شهور يعمل بينا في الاجتماعات سيد المعتمد هذا ولا اللي قبله يعمل بينا 4 شهور. هو نفس وكانك تتكلموا فيا، وهذا اللي جابني انا قاري في المستفيد، جابني ان نحمل الهم اللي تحمله انت. مرحبا بك مره اخرى. تفضل يا حبيبي كلمني بالله كنت سي لطفي حسن خليك جاي معي المستفيد مش انا ود البلاد اما صحيح ود المستفيد انا نعتبر باش ناخذوكم في مرحبا بكم بختي مرحبا بكم. نقول لكم كلامي خاصه نحب نواجه الجمعيات. راهو كي الاخ مختار من اي واحد يقول الوضع كارثي في المدارس الابتدائيه، راهو فعلا الوضع كارثي. المساله هذه ما تعيشهاش تقريبا تعيشها الولايات الكل، نقص في الاطار التربوي والمشاكل والماء والطريق و ولذا يا ممثلين منظمات بربي يعاونونا انت، لانه بصراحه باش نقول حمص الثاني راهو ما عنديش ثقه في اللي ماشي بالله يحسن مختار بربي يحسن باش كلمه باش نمشي المدرسة هذه عندها تاريخ مع شكري بلاي في سيف. والشفلام ده معناها زملاء والشفير. ما خلونيش نركب. علاش؟ علاش يضربك؟ علاش يضربوك؟ ما عندكش بطاقة؟ الناس هذه بربي لعن. معناها نتاع التعليم ونتاع المسائل الاجتماعيه الى اخره، خاصه واننا نحن ما زلنا الى حد الان نعيش في طريقه اداره قديمه للدوله. الدستور نادى بانه لابد من ان تكون هناك انتخابات، معناها مجالس جهويه ومجالس محليه، ما نسميه بالديمقراطيه المحليه.
بتشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حاله اولادنا اللي قاعدين يقراوا اليوم. انت سيادتك تو طرقت قلت محامي جيد، لكن لابد كذلك انه يكون طبيب. سيد المعتمد لابد انه يكون طبيب، لانه بعض كان ما يشخصش المرض وما يكونش ما يعطيش الدواء الصحيح بالطبع من عند المجتمع المدني وقوه اقتراحه. لانه اليوم صحيح المجتمع المدني احنا قوه احتجاج نبلغوا اصواتنا بعد تشخيص وتنظيم الاولويات الاقتصاديه والاجتماعيه بالظروف اللي يعيشوا فيها اولادنا. احنا قوه احتجاج انه نبلغوا الصوت ونضغطوا على السلطات المعنيه انها تلتفت على الاقل المناطق هذه. شوفنا مش كان بحاجه فقط هذا مسؤول قبلنا احنا مجتمع مدني لازم تاخذ درس. ختمتها عام 2003 باستقالة فيها 7 صفحات نشرت في الجرايد، فيها محاكمة للمدرسة التونسية اللي كيما هي تشكيل معلمين إخلالات ونقائص هيكلية، ومع الأسف 5 سنين بعد الثورة ما زالت معناتها تتعثر وربما زادت على تتعثر. عشان نحيي الناس ونقول لنا سعيدة وين ثم السيستم هذا برشا مشاكل نقص، وكمان ما نتصورش ما فيهاش ناس عندها فلوس، ما نتصورش ما فيهاش ناس تنجم تعاون، لكن فما جانب ما يحب كيفها نفس الموضوع ونفس الصياغه من السيد رئيس الحكومه عن طريق السيد المعتمد باش نعطيوهم فيها ضامن وفيها حي زهور وفيها المراسيل وفيها وراء النصر من تلقي حي سامحوني اسمه حي ببي اللي فيه معناها المجال اللي برا واللي فيه الدنيا بالضبط. الوضع اللي فما في تونس نعرفوه مليح. احنا استجلبتنا في بوحجنا طبعا ككل المناطق كما قلت لكم في تونس الوضع متردي، لكن استجلبنا اكثر وخلينا نتحرك ونجي ونعيطوا لاصدقائنا معانا كما جمعيه يقظه وجمعيات اخرى، هو وضعيه توليد الصغار اللي غير مقبول وغير مسموح. في 2015 معناها الصغار يوصلوا الى حد 3 شهور وما يقراوش. الوضعيه الاولى هي دراسه، هي البنيه التحتيه نتاع المدارس اللي يلزمها تكون لايقه للصغار. الوضعيه الثانيه المخطره جدا اللي على خاطرها جينا هي مساله الماء والحاجه للماء وغياب وانعدام وعدم صحيه الماء، وخاصه بالنسبه للصغار وبالنسبه للكبار والصغار. طبعا المشاكل الاخرى اللي سمعناها نحن توا معنا حاليا، المشاكل الاقتصاديه الاجتماعيه، ماذا بينا احنا واحنا هوني ان شاء الله باش نحسوا بها السلطات الموجوده، وان شاء الله تسمعنا وتسمعكم، خاطر هي باش تسمعنا باش تسمعكم انتم في نهايه التحديد، وان شاء الله نجموا نحسوا بها. لكن اساسا المشكله الاساسيه اللي باش نبداو بها هي المدارس، هي المعلمين، هي تواجد المعلمين، هي المدارس، هي طلبات حسب ما سمعت هي طلبات انتداب جديده، معناها ماذا بيهم يكونوا فما معلمين ضد، ومن المستحسن تكون الانتداب هذا يكون من منطقه مش في منطق جهوي قدمناه في منطق انه معناها طريقه العيش. احنا